هذه طوابير طويلة على شاحنة لبيع البطاطا تم جلبها خصيصا لبهو قاعة عيسى إدير بوسط مدينة سكيكدا في مبادرة تقول السلطات بأنها تهدف لتكسير أسعار البطاطا، ويقول المواطنون بأنها فضيحة لم يسبق لها مثيل. هذا يضيعوا في الشعب، هذا مشعل، هذه حملة انتخابية، هذا مشعل، هذا بطاطا ب 4000، بطاطا بالفيل كيما هذه تسيرها البطاطا ب 4000 يدير لك لاشين، الناس الشعب يجيعوا في الشعب. عيب بلاد خير والله غالب كما يقولوا خير ما عندهم لا نسيح. سامحني الدول كلها يشوف فينا بلاد الخير والبطاطا يكفروا عليها. ولايه فلاحيه فيها الحوامض، فيها البطاطا، فيها الخيرات اللي كانت. درك انا نديروا احنا لاشين عليه البارونات يخبيوا البطاطا في اللي فريقو. بينما تتحدث السلطات عن طرح 200 قنطار يوميا للبيع بسعر لا يتجاوز 40 دينار للكيلوغرام ولمدة 10 أيام متتالية بهدف محاربة المضاربة، يصر المستهلكون على أن هذه المبادرة ليست حلا. بدينا في العملية هذه اللي راح تستمر إن شاء الله عدة أيام، وإن شاء الله يعني الهدف تاعها هو وضع البطاطا في متناول المستهلك بأسعار معقولة. الفلاحون ومنتجو البطاطا سارعوا للمشاركة في هذه المبادرة، ولكنهم يتفقون على أن المنتوج يسجل تراجعا كبيرا هذا الموسم. اللي خذت البطاطا هذه غالية بزاف، هي لو ناقص المياه عام سناك مراكم الشراء ناقصة، من بين لي زونغلي تاع البطاطا راهم مرتفعين، قلة المنتوج بيان سور يساهم في الارتفاع. ما نتعاملوا غير على الشيء تاع الامطار تاع رب العالمين، ما كانش نسقوا منها. سا ديبون الفالي اونت كاين المطر ولا حاجه يروح حتى 400 500، كل ما كان الامطار 300 250 سا ديبون. قد يتمكن بعض المحظوظين من اقتناء اكياس بطاطا بسعر معقول خلال مده اقامه هذا العرض، وحتى وان كانت نيه السلطات طيبه، غير ان الشارع سكيكدي يعتبر الامر فضيحه كبيره.